دكتور جيانج او بروفيسور جيانج او المتنبئ الصيني اللي توقعاته ما بتخرش الميه، واللي فيديوهاته انتشرت كالنار في الهشيم، واللي تنبؤاته او توقعاته بقت تؤخذ على محمل الجد لان اغلبها بالفعل بيتحقق على ارض الواقع. قبل ما استعرض معاكم اهم التوقعات او التنبؤات اللي قالها، وانا مش شايفه خالص انها تنبؤات او ان هو علم تنجيم، لكن الموضوع قائم على معلومات استخباراتيه مقننه في شكل تنبؤات عشان الصين ما تصدرش نفسها للمشهد انها بتقود الراي العام العالمي. الصين فعلا بتلعبها صح وبتلعبها بمنتهى الدهاء، وشفت له لقاءات كتيره، لكن هبتدي معاكم باللقاء اللي المذيع سالوا فيه عن هويته وعن نشأته وعن تخصصه وعن الطريقه اللي بيتبعها في تحليل التوقعات او التنبؤات بتاعته، لان دي بتكشف لنا جانب مهم جدا من شخصيته والطريقه او السياسه اللي بينتهجها في التنبؤات بتاعته. اولا بروفيسور جيانج او الاكاديمي الصيني او نبي الحرب كما يقال عنه، اولا هو مش بروفيسور، وهو لما المذيع قال له انت بروفيسور في ايه او كده، قال انا عمري ما قلت على نفسي ان انا يعني استاذ جامعي او ان انا بروفيسور، لكن اليوتيوب هو اللي نشر عنه المعلومه دي وهي معلومه مغلوطه. تاني حاجه هو اصلا مش عايش في الصين، ده هو مطرود من الصين، اللي الصين حابه تصدره عنه، وان هو حصل ازمه ما بينه وما بين الصين سنه 2002، وهو كان بداياته اصلا كان صحفي وكان شغال في وكاله اعلاميه اسمها BBS، وكان مطلوب منه ان هو يعمل وثائقي يغطي فيه احتجاجات العمال او حقوق العمال عقب انضمام الصين لمنظمه التجاره العالميه. الكلام ده سنه 2002، ان هو لما كان بيغطي الاحداث دي الشرطه الصينيه قبضت عليه وافتكروه جاسوس وقعدوا يحققوا معاه لمده 48 ساعه، اتهموه ان هو صحفي بيعمل بشكل غير مشروع في الصين وان هو جاسوس، وتم ترحيله بعدها من الصين. فكل فيديوهاته اللي هو بينشرها دلوقتي دي مش من الصين اصلا. بعد كده راح الولايات المتحده الامريكيه ودرس في جامعه ييل، وكان تخصصه في الادب الانجليزي. لما المذيع ساله قال له يعني انت لا تخصصك مثلا في الامن القومي ولا في السياسات او العلاقات الدوليه لكن الادب الانجليزي، فالمذيع استغرب فعلا، فقال له ان هو كان تخصصه في الاول الفيزياء والحساب، وبعد كده حول التخصص بتاعه للادب الانجليزي، ودي برضو حاجه مثيره للاهتمام. مهم بقى ان هو قال ان منصاته كلها مش موجهه للصينيين، منصاته موجهه للغرب بشكل اساسي. لما اتسال عن المنهجيه اللي بيتابعها في التنبؤات بتاعته، قال ان هو بيمزج ما بين ما يسمى بالجيم ثيوري او نظريه الالعاب او التلاعب، ما بين نماذج تاريخيه او هيستوريكال باترن، يعني بيشوف حاجه او حدث مكرر في التاريخ فيما سبق، وكمان بيجمع بينهم وما بين علم الفراسه. كل ده بيؤدي في الاخر لتحليل عميق للاحداث. الاثار انتباهي فعلا ان تنبؤاته دي مبنيه بشكل كبير على قراءاته سواء للعهد القديم او العهد الجديد، انه عارف التزامنات التاريخيه للاحداث، ومعرفته معرفه كبيره جدا بنبوءات اخر الزمان اللي القائمين على الحرب دي بيؤمنوا بيها. من ضمن اللي قالوا ان هويه اليهود مرتبطه بالامبراطوريه الفارسيه، يعني في عامل مشترك ما بينهم، يقصد كورش الكبير وانقاذه لليهود من السبي البابلي واتاحته الفرصه ليهم ان هم يحصلوا على حريتهم وان هم يمارسوا حياتهم وان هو يخلصهم من السبي البابلي ساعتها، لدرجه ان بعضهم اعتبر ان كورش هو المخلص. قال ان الحرب دي ضد الشيطان الاكبر، طبعا ده حسب المعتقد الديني لكل فئه، ان النظام العالمي هيتغير بعدها للابد. تاني حاجه ان ايران هتسعى لتوسيع دايره الصراع عشان تطول اطراف اخرى وخاصه دول الخليج، بما يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاد الخليج بشكل خاص، اولا من حيث تحكمها في غلق مضيق هرمز، تاني حاجه استهداف منشات الطاقه ومحطات تحليه المياه في دول الخليج. ان ايران مش هتستهدف القواعد الامريكيه بس في الخليج، ولكنها هتستهدف ايضا مراكز البنيه التحتيه، ولو الخليج اتاثر اقتصاديا بالتبعيه ده هينعكس على الاقتصاد الامريكي اللي هو بيعتمد بشكل مباشر على الاستثمارات الخليجيه في امريكا، سواء من خلال شراء الخليج لسندات الخزانه الامريكيه او الاسهم، او من خلال التمويل المباشر لمشروعات الذكاء الاصطناعي في امريكا، او من خلال بيع مصادر الطاقه اللي اهمها النفط والغاز بالدولار. فلو الاقتصاد الخليجي اتاثر فبالتبعيه ده هينعكس على الاقتصاد الامريكي، وبالتالي في النهايه يؤدي الى انهيار الاقتصاد الامريكي. المثير بقى ان مجمل توقعاته مبنيه على انهيار امريكا، وان امريكا هتخسر الحرب ضد ايران، وان نهايه امريكا هتكون على ايد ترامب. وقال ان الدور قادم على الصين وان هي تتعلم من كل اخطاء امريكا. لمح او هدد تهديد مبطئ الى ان الصين لو تخلصت من السندات الامريكيه اللي بحوزتها هتتعرض الولايات المتحده لازمه ديون خطيره. وقال ان الهدنه ما بين امريكا وايران مش هتستمر، وده هيترتب عليه انقلاب الداخل الامريكي على ترامب. والحقيقه انا بتفق معاه جدا في قرب نهايه الهيمنه والنفوذ الامريكي، وفي مؤشرات على كده، وبضيف كمان ان ترامب مش هيكمل الولايه بتاعته دي. كمالا هاريس اللي هي كانت نائبه بايدن بتستعد لترشيح نفسها في الانتخابات القادمه عن الحزب الديمقراطي. شوفوا موقف كندا وتصريحات رئيس الوزراء الكندي مؤخرا، كمان زياره زعيمه المعارضه التايوانيه للصين مؤخرا، كل دي تحالفات ومؤشرات بتقول ان موازين القوى في العالم بتتغير.
وان السجاده بدات بالفعل تنسحب من تحت اقدام امريكا. ترامب اللي هو على الارجح ما كانش بيرغب في الحرب دي، وان هو تحت ضغط من النتن، وبعد تهديده بملفات ايبستن وخوفه من الفضيحه، وما بين انقلاب الداخل الامريكي عليه، هو اغلبهم مش مؤيد للحرب دي لان هو خالف توقعاتهم ومش دي الوعود الانتخابيه اللي هو وعدهم بيها من وقف الحروب القائمه بالفعل وعدم انخراطه في اي حروب خارجيه، وكمان تحسينه للاقتصاد الامريكي ماجا والكلام الفاضي ده، وكل ده طلع في شنك في الاخر. فهو يا اما هيتعزل بفضيحه يا اما هيتم تصفيته. أستاذ يونغ ظهر في أكتر من لقاء، من ضمنها لقاء في غاية الأهمية مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون. بصراحة كلامه أثار انتباهي جدا وقال كلام في منتهى الأهمية، هعرض لكم بعض منه. قال إن حتى لو بيتم تدمير الداخل الإسرائيلي فهو ده مفيد بالنسبة لهم في سبيل ظهور المخلص بتاعهم، بس هم في اعتقادهم إيه؟ إن لما تيجي مرحلة معينة هم يحسوا فيها إن هم على وشك الفناء، ساعتها هيتدخل الرب لإنقاذهم، يهوه بتاعهم هيتدخل في الوقت المناسب لإنقاذهم. هو ده اللي في معتقدهم، إن هم بيطوعوا إرادة ربنا سبحانه وتعالى في سبيل تنفيذ المخطط بتاعهم. يعني هم حتى مش مستنيين مثلا المكتوب عندهم ان هم المفروض الاول ينتظروا ظهور المسيح وبعد كده يقيم المملكه بتاعتهم ويقيم العدل وهكذا. هم لا، هم عايزين يعملوا العكس، هم عايزين يقيموا المملكه بتاعتهم الاول علشان يستعجلوا ظهور المخلص او المسيا بتاعهم. وهم اصلا مش مؤمنين بنزول المسيح اول مره. يعني المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام لما نزل اول مره وربنا سبحانه وتعالى رفعه، هم اصلا مش مؤمنين بالحته دي. ليه؟ لان هو في نظرهم ان سيدنا عيسى ابن مريم ما كانش ملك. حتى في كتبهم مخليين كل الانبياء ملوك. يعني سيدنا سليمان بالنسبه لهم مش نبي، هو ملك. سيدنا داوود ملك مش نبي. المسيح بالنسبه لهم عشان هو نزل اول مره وما كانش ملك وما ملكهمش، فهم مش مؤمنين بنزوله، هم مؤمنين بنزول او ظهور المسيا بتاعهم اللي هياخدوا على ايده الملك. هم مستعجلين في كل حاجه وبيطوعوا كل النبوءات او حتى التحريفات اللي هم كاتبينها، حتى بيطوعوها لتنفيذ المخطط بتاعهم. البقرات الحمر بتاعتهم استنسخوها، حتى ما صبروش برضو يجي بقرات حمر بشكل طبيعي كده، لا استنسخوها وعملوا بقرات مستنسخه علشان تطلع على مقاسهم. هيكل المزعوم نفس الكلام، بيخلخلوا المسجد الاقصى من تحت علشان يعني كده يقول لك احنا اكتشفنا انقاض هيكل قديم وعايزين نبني الهيكل الجديد بتاعنا، الهيكل الثالث على انقاض الهيكل القديم. فحتى برضو مش صابرين، وكل حاجه هم بينفذوها بايدهم مش سايبينها تحصل بشكل طبيعي. وانا اتوقع ان الغلق اللي تم للمسجد الاقصى حوالي 40 يوم ده كان يعني ليه اسباب يعني في منتهى الخبث. عشان مثلا ايه طالعين علينا فجاه يقولوا ايه لقينا انقاض او بقايا الهيكل سليمان واحنا كده المفروض ان احنا نبني الهيكل الثالث. فهم ممكن اصلا يحطوا اثار مزيفه عشان حتى يثبتوا وجود اشياء لمملكه سيدنا داوود وسليمان هناك، لكن اصلا المملكه دي ما كانش ليها وجود هناك. احنا في دلوقتي اللي ما يسمى عندهم في عقيدتهم حرب جوج وماجوج، اللي هي الحرب الكبرى بقى دي اللي هم بيستعجلوا عليها بشتى الطرق. احنا شايفين ده قدام عينينا عشان يستعجلوا ظهور المخلص بتاعهم. يعني حتى ترامب نفسه هو مش عارف هو دخل الحرب دي ليه. هو ترامب يعتبر مجرد اداه في ايديهم. الاستاذ الصيني بصراحه فسر دخول ترامب في الحرب دي، فسره بشكل حلو جدا في كذا نقطه اقولها لكم كمان شويه. لكن انا بقول لكم ان ترامب ده على اغلب الظن اجبر على دخول هذه الحرب، وان هو لما كان معترض عليها اظهروا له فضايح جيفري ايبستين علشان تبقى وسيله ضغط عليه. والمؤشرات بتقول بشكل واضح جدا ان ترامب لو كمل معاهم بالشكل ده وان هم فضلوا في شد وجذب بالشكل ده، ترامب مش هيكمل. تاكر كارلسون قال له حاجه ظريفه جدا، قال له الاسلام السياسي او الوهابيه اللي نتج عنها بعض الجماعات المتطرفه والربيع العربي والكلام ده كله، وفي الاخر الجماعات دي اتحاربت بشكل كبير جدا واصبح العالم العربي وخاصه دول الخليج اكثر اعتدالا، ما بقاش فيه الفكر المتطرف ده. قال له بقى ايه، احنا دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها الوهابيه اليهوديه والوهابيه المسيحيه الانجيليه، تخيلوا. فحصل تلاقي ما بين الايديولوجيتين علشان كده بيدعموهم. فقال له ان السياسه الامريكيه متاثره ايديولوجيا بنبوءات اخر الزمان، وان كتير جدا من الساسه الامريكيين وحتى من يقود القرار السياسي في الولايات المتحده على المذهب المسيحي الانجيلي اللي هو شديد التطرف واللي هو شديد الايمان بنبوءات اخر الزمان. علشان كده هم متوافقين فكريا مع الكيان وبيساعدوه في تنفيذ مخططه على الارض. وان ربع الامريكان على المذهب الانجيلي، علشان كده شايفين ان وجود اسرائيل ضروره لتحقيق اراده الله في ظهور المخلص. فحتى وان كان مفهومهم عن المخلص مختلف، الفكر اليهودي عن المخلص مختلف تماما عن الفكر المسيحي، لكن هما الاثنين بتجمعهم ايديولوجيه واحده حتى لو مفهوم المخلص بالنسبه لهم مختلف. فالمخلص عند اليهود او المسيا هو اللي بينتظروا عودته علشان يحكموا العالم من خلاله ويجمعهم من الشتات ويعوضهم عن الاضطهاد والحاجات الفارغه اللي هما بيدعوها دي، لان هما مش مؤمنين اصلا بنزول المسيح اول مره. اما المخلص عند المسيحيين فهو يسوع المسيح اللي هيعود تاني بعد الصلب وهيدين كل من لم يؤمن به. فالصهيونية المسيحية هي قوة سياسية بالغة التأثير في دعم اليهود في تنفيذ نبوءات آخر الزمان على الأرض.
اما احنا كمسلمين في عقيدتنا فاحنا مؤمنين ان المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام نزل اول مره وبعد كده ما اتقتلش ولكنه رفع، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ان ليه عوده اخرى ان شاء الله علشان يحارب الدجال. الدجال ده بقى اللي هو مين؟ وهي دي الخطوره. في فكر مشترك ما بين المخلص او المسيا بتاع اليهود وعندنا بعض الجماعات المؤمنه بظهور ما يعرف باسم المهدي، وهو ده في منتهى الخطوره، هو ده اللي بيتم تصديره في الموروث الاسلامي على اساس ظهور هذا الشخص اللي يكون ايضا على ايده الخلاص. فمن اين اصلا جاءت فكره المهدي والمهدي المنتظر عندنا احنا كمسلمين؟ ده من اكتر المواضيع اللي بصراحه انا مش بحب اتكلم فيها، لان ده فعلا من المواضيع الشائكه وتم دسها عندنا في الموروث الاسلامي عشان نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي من تصدر الفكر الشيعي بظهور الامام المهدي وشخصيات كتيره جدا بتظهر باسم المهدي، سواء المخلص بتاع اليهود او المهدي بتاع الشيعة، الاثنين جذرهم واساسهم واحد. فاحنا كمسلمين لما نكون مؤمنين بنزول شخص معين يطلق عليه مثلا المهدي، واليهود يكونوا منتظرين قدوم شخص معين اسمه المسيح او المخلص او المنتظر بتاعهم، ففي الحالة دي ممكن يتم التلاعب بحيث لما يظهر الشخص ده هيحصل فتنة كبيرة جدا، وساعتها البعض هيعتقد ان هذا الشخص هو شخص صالح وشخص مؤمن وهكذا، لكن في الحقيقة سواء الشخص ده اللي يطلق عليه المهدي او حتى المخلص بتاع اليهود، هما الاثنين المفروض ان هما في حقيقة معتقدنا هو ده الدجال اللي هينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام لمحاربته. وهي دي الفتنة الكبرى، وهو ده التلاعب للاسف اللي تم دسه عندنا علشان احنا بقى كمان نعجل بظهور المهدي، فاحنا كده بنشاركهم في المخطط بتاعه وبنساعدهم على تحقيق النبوة بتاعتهم. وحتى المسيحيين عندهم الانتي كريست او عدو المسيح، فاحنا لما يظهر الشخص اللي هو المفروض الكل منتظره ده اللي بيتصدر عند اليهود باسم المسيح او المخلص، وبيتصدر عند بعض المسلمين باسم المهدي المنتظر، اللي هو بيتصدر عند المسيحيين كمان باسم عدو المسيح، فساعتها هيحصل لبس، ساعتها هيحصل فتنه كبرى. فهل ده هو المسيح الحق ولا هو ده الدجال الباطل؟ فهم خلونا نشترك معاهم في المعتقد بظهور ما يشبه المخلص بالنسبه ليهم عشان احنا كمان نبقى منتظرينه. هم ما يقدروش ان هم يلعبوا بالنسبه لنا يقولوا لنا ان النازل ده هو المسيح الحق، لان احنا عارفين ان المسيح عيسى ابن مريم هينزل وهيقضي اصلا على الدجال بتاعهم، فهم ما قدروش يلعبوا في الحته دي، لكن هم صدروا لنا شخصيه اخرى وهميه ودخلوها عندنا في الموروث الاسلامي علشان نبقى احنا كمان منتظرين نفس الشخص اللي هم اصلا منتظرينه هو نازل اصلا علشانهم، علشان تحصل فتنه كبرى وما نبقاش عارفين ده الحق ولا الباطل. لكن المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فلسه في نزول سيدنا المسيح عليه السلام المسيح الحق، وأهل الكتاب اللي ما أمنوش بيه في حياته هيؤمنوا بيه قبل ما يموت الموتى الكبرى. فكرة ان استعجالهم ده في شيء غريب، يعني غير استعجالهم بظهور المخلص بتاعهم وتحقيق المملكة الكبرى المزعومة بتاعتهم والكلام ده كله، في شيء خلف الكواليس بيستعجلهم اكتر من كده. احنا عارفين كويس جدا ان بني اسرائيل هم اتباع ابليس على الارض، هم اللي بينفذوا او هم الاداة بتاعة ابليس اللي بيستخدمها لتنفيذ مخططه على الارض. ابليس هدفه من الاخر خالص ان هو دخل في تحدي مع الاله وعايز يأله نفسه. ابليس نفسه مستعجل. طب ابليس نفسه مستعجل ليه؟ ابليس عارف ان هيجيله يوم معين وهينتهي، لان ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش انت هتقعد مثلا يوم القيامه او انت مخلد الى اخر زمان. ربنا سبحانه وتعالى قال له قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. ابليس كان طلبه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، لكن ربنا سبحانه وتعالى حتى ما ريحوش في الطلب. ابليس نفسه مش عارف اجله امتى، ابليس نفسه بيستعجل وبيستعجلهم علشان يحققوا له المخطط بتاعه على الارض. يعني حتى وان كان ابليس معشم الدجال ومعشم بني اسرائيل ان هم يحكموا العالم وان هو هيقيم المملكه الكبرى، لكن ابليس نفسه عنده تايم لاين، هو خايف ان هو يجي هو كمان اجله قبل ما يتم تنفيذ المخطط ده. هو كمان عايز يحكم العالم وهو عايز الناس تألهه، عشان كده هم دلوقتي بيستعجلوا في الابراهيميه والديانه الابراهيميه وتوحيد الاديان والكلام الفارغ ده. فكل ده في الاخر وراه ابليس. قال بقى ان المخطط ده بيتم الاعداد ليه من قرون على ايدي جماعات خفيه. قال لك مثلا فرسان الهيكل الروزيكروشن والماسو وجماعات اخرى كلها في بينها اتفاق كده بحيث انها تنفذ المخطط ده على الارض. قال حاجه مهمه جدا، قال لك ان ملفات جيفري إبستين دي كشفت النقاب عن ان العالم ده بيحكم من قبل جماعات سريه، والجماعات السريه دي ما يعرفش من هي تحديدا، وان الجماعات دي هي المسيطره على السياسه الامريكيه والجيش الامريكي وجهاز الامن القومي الامريكي. هو قال ان هم دول الالومناتي او المتنورين، ودول منقسمين لثلاث اقسام. القسم الاول اليسوعيين اللي بيسيطروا على الفاتيكان، الثاني الفرنكيين اللي مسيطرين على الكيان، والثالث اللي هم الماسون اللي هم بيسيطروا على جهاز الامن القومي الامريكي والسياسه الامريكيه بشكل عام. الفئات دي كلها مجتمعه بتعمل
تحت مظله واحده او لهدف واحد، وهو تحقيق نبوءات اخر الزمان، وان دي حرب اخر الزمان علشان بعد كده يخلقوا الجنه على الارض. وقال بالنص ان هم بيتبعوا سيناريو مكتوب مسبقا علشان يحققوا المخطط ده على الارض. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكل اللي بيحاولوا يحققوه ده اصلا نبوءات وخرافات وهميه من زعم خيالهم، هم حاطينها وكاتبينها في كتبهم بعد ما حرفوها علشان يصدروا للعالم ان هم بيحققوا اراده ربنا، وان هم يعني بيعملوا وفقا للاراده الالهيه، في حين ان كل ده من تحريفاتهم هم. هو قال بالحرف ان في قوه خفيه بالغه النفوذ بتعمل خلف الكواليس. القوه دي لا يعرف تحديدا من هي، ولكنها هي التي تقود العالم وتتحكم في سياسات الدول، وعلى راسهم امريكا. يعني بما معناه ان امريكا دي مجرد اداه لتنفيذ مخطط هذه القوى لتحقيق نبوءات آخر الزمان. احنا بقى عارفين ومكتوب عندنا في القرآن الكريم المخطط من البداية خالص، وعارفين ان القوة دي بيقودها إبليس اللعين والدجال، أو ما يعرف باسم حزب الشيطان. ولما تاكر كارلسون سأله وقال له دور ترامب ايه بقى في الليله دي كلها، يعني قال 4 أسباب محتمله. الاحتمال الاول، وده اللي انا بصراحه متفقه معاه بشكل كبير، ان ترامب ده مجرد ممثل بيؤدي دوره وبيتبع سيناريو معين مكتوب له ماشي عليه بحذافيره، يعني زي الماريونيت كده، ولو شفتوا الماعز الاليف هتفهموا قصدي. السبب الثاني بقى، ترامب نفسه عنده نفس التوجه او الفكر الانجيلي او اليسوعي اللي هو نبوءات اخر الزمان، وانه اداه الرب في تنفيذ هذا المخطط على الارض وانقاذ الكيان، يعني هو بالنسبه لهم برضو بمثابه مخلص. بس بصراحه الراي ده يعني يمكن ما اتفقش معاه قوي، لان ترامب رجل عملي جدا مش بيؤمن غير بلغه المال والعقارات. فالفكر الانجيلي والفكر الديني ده اعتقد ان ترامب مش هيشغله قوي الحاجات دي، هو بيزنس مان في الاول وفي الاخر. السبب الثالث ان النتن نفسه هو اللي اجبره، وان اسرائيل هي اللي بدات بالضرب، ان امريكا ما كانش ينفع تسيب الكيان في مواجهه ايران لوحدهم كده، فكان لازم تتدخل. الاحتمال ده فيه جزء من الصح. السبب الرابع والاخير ان تم ابتزاز ترامب، ان هم فتحوا له الملفات القديمه علشان يعني لو اي حاجه منه او اي اعتراض منه هنفضحك بالملفات اللي عندنا. انا بقى رايي ان هو مزيج من جميع ال4 اسباب دول، وان بالفعل ترامب يعني هو مش عارف هو دخل الحرب دي ليه، هو دخلها بالاجبار او بالابتزاز او ايا كان، ان هو لو خرج عن السياق يا اما هيتفضح يا اما هيتم تصفيته. وقال نقطه مهمه جدا، قال ان الحرب دي في الاساس كانت موجهه لاشعال الحرب ما بين ايران والخليج، مش ايران وامريكا والكيان وكده، لا، بعد ما تقوم الحرب ما بين ايران والخليج سيتم اشتعال الحرب الكبرى اللي هي حرب جوج وماجوج، اللي هي هتكون ما بين بقى الكيان والعالم كله، عشان ساعتها يبقى الكيان على وشك الافناء، فساعتها هتتدخل اراده الرب لانقاذ هذا الشعب، يظهر المخلص او المسيا بتاعهم. هم كل ده بيفتعلوا الحرب دي علشان يسرعوا من ظهور المسيا او المنتظر بتاعهم. استاذ يانج في محاضراته بيستخدم مصطلح غريب شويه اسمه باكس جوديكا، هو مصطلح لاتيني. ففي احد اللقاءات المذيع بيساله ايه المصطلح ده معناه ايه، هو قال له ان هو بيفرق ما بين حاجتين، ما بين مشروع اسرائيل الكبرى او المملكه المزعومه بتاعتهم، ان الههم يهوى وعدهم بالارض الموعوده بناء على وعد ابراهيم، الوعد الكاذب اصلا، واقامه المملكه الكبرى بتاعتهم بعد ظهور المخلص او المسيا او المنتظر. اما المصطلح الاخر اللي هو بيستخدمه بقى باكس جوديكا ده، هو مصطلح أعم من المملكة المزعومة بتاعتهم، وهو إن العالم لن يدار من قبل هذه المملكة المزعومة ولا من قبل اليهود، ولكنه هيدار من قبل المنظمة السرية اللي هي بتسيطر على العالم اقتصاديا، واللي هي بقى تحكم العالم ساعتها عن طريق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتحكم في الشرق الأوسط والسيطرة عليه ومراقبته. وكأن إسرائيل الكبرى أو المملكة المزعومة دي هتكون جزء من الكيان الأكبر بقى اللي هو بيقود العالم ساعتها. واخيرا بقى لما اتسال عن اخر توقعاته او مستجدات الحرب دي هتكون ايه، قال اول حاجه ان امريكا ستقدم على انزال قوات بريه هناك على الارض، وده هيكون مستنقع لن تخرج منه القوات الامريكيه. تاني حاجه قال ان مش هيتم استخدام اسلحه نوويه في الحرب دي. تالت حاجه وهي الاخطر، قال ان هيتم هدم المسجد الاقصى بطريقه ما، قد تبدو طريقه طبيعيه مثلا عن طريق زلزال او عن طريق ضربه غير مقصوده او ايا كان، فبطريقه ما. فانتوا شايفين ايه؟ شايفين ان الراجل ده فعلا راجل يعني بيستخدم التاريخ لتحليل المستقبل، ولا الصين زرعته من فتره عشان يجي دوره دلوقتي وان هو يقود هذه الحرب بس بطريقه ناعمه تخدم مصالح الصين في المقام الاول؟